شاعر مشهور قوي كان مكواجي. بدأت القصة لما كان سيد مرسي شغال مكواجي، وكان شغال في محل في جاردن سيتي، والمحل ده كان قريب من بيت الشاعر مأمون الشناوي، واللي كان زبون في المحل اللي شغال فيه سيد مرسي. وكان في علاقة عاطفية بين سيد مرسي والشغالة اللي في بيت مأمون، وكان بيكتب لها أشعار ويبعتها لها بطريقة ذكية جدا مع المكوى. وفي يوم كان رايح الشاعر مأمون الشناوي لشغله، حط إيده في جيبه عشان يتفاجئ بورقة أول مرة يشوفها، والورقة دي كان مكتوب فيها كلمات ممكن تكون أغنية جدا. فاستغرب لأن مش هو اللي كاتب الورقة دي، فازاي وصلت لبدلته؟ فراح للشغالة وسألها، وهي اعترفت له وقالت له ان المكواجي هو اللي بيبعت لها الرسائل الغراميه دي، وان هم الفتره دي بينهم خلافات وكانت بترفض رسائل، فعشان كده ما لقاش حل غير انه يحطها في البدله بتاعته. هتستغربوا جدا لما تعرفوا الورقه دي كان مكتوب فيها ايه. كان مكتوب فيها: على الحلوه والمره مش كنا متوعدين، ليه تنسى بالمره عشره بقالها سنين. طبعا كلكم عرفتوا الأغنية. طلب مأمون الشناوي إنه يقابل الشاب ده وسأله مين اللي كتب كلمات الأغنية دي، فرد سيد إنه هو اللي كاتبها، وكمان كاتب كلام تاني كتير. وتحول الموقف ده لأجمل صدفة في حياة سيد مرسي، عشان يتحول من مكواجي لأهم شعراء